يعني جاي امشي بشوارع تونس. اوكي، سمعت ها صوت الاغنيه؟ هاي اغنيه عراقيه، اغنيه عراقيه هاي شغلين هنا. الشمس كلش عاليه، خلينا نلبس نظارات. هسه طالعنا حلوين. هسه نوقف يم منه، ونقول شلونك منه؟ الحمد لله زينه. انا اقول لي متابعين، خل اروح اقول لي متابعين وين عيب يا مكان وارجع ايش دقيقه. صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير واين ما كنتم احباب قلبي. اليوم احنا وين؟ هسه بالفندق. وين؟ تونسيا خضراء. تونسيا الخضراء. احنا اليوم بتونسيا. خلونا نطلع ونراويكم الاماكن الحلوه في تونسيا، ودراويكم ناخذ $100 ونشوف ايش قد تكفينا في تونسيا، وناكل كل الاكلات التونسيه، ونطلع في تونسيا ونستمتع سوا. ليش بس نظارة؟ شمس الله. شمس صح؟ شمس عالي. شوف شمس عالي، شمس شموس. حياكم الله. لا تشوفون الغرفه مبهدله، لان يوم الصبح وصلنا الى الفندق ونمنا تونا قعدنا وبعد الغرفه مبهدله. يعني عادي عادي عادي، خليكم ويانا بس ديروا بالكم غير تشوفون. تعالوا ويانا خل اراويكم الاجواء في تونس. الا سفر صفوري. الفتره ما كنا ننشر بيها مقاطع فيديوهات على اليوتيوب الاسباب. السبب الاول كنا نصور فيلم تريزا قريبا راح ينعرض في السينما. اثنين كنا متهين بالعمل لان من الصبح نطلع بالليل نوصل، فما عندنا وقت ننشر على اليوتيوب. ثلاثة هسه احنا جيناكم وراح ننشر من البداية وضل نسافر، وراح اصوركم الاماكن والاسعار والاجواء الحلوة في دولة تونس الخضراء. خليكم ويانا وتعالوا شوفوا الفيديو. لا تنسونا بلايك وكومنت وتعليق حلو منكم، وصلوا لنا على النبي. مو بس هاي، لا شاركوا الفيديو لجماعتكم ولاصدقائكم، حتى شنو، حتى نستمر وياكم يا حبايبي. وقولوا لنا اي دوله تحبون اصوركم وياه في الفيديو القادم. قبل لا نروح ونطلع ونراويكم عاصمه تونسيه، حبيت اراويكم اول شيء هذا الفندق اللي سكننا به. هنا اكل التونسي عندهم. هذا اكل تونسي، هذا اكل تونسي يعني بالعراق يسموها تكه، تكه كباب مشاوي، يعني ترتيبات مثل سلطه تمن سلطه. وهسه مثل ما تشوفون يس يا عصير برتقال، وهذا ليمون. شكرا. بعد ما خلصنا الاكل التونسي وشفتوه شلون ذقناه، كلش الاكل التونسي من اول مره بحياتي اذوق اكل تونسي كلش طيب. فجابوا لنا هذا الشاي، الشاي بالنعناع، ويخلون فوقه يخلون وياه شاي بندق حتى نشرب وناكل بندق. يعني ما اعرف بعد هاي طريقتهم، طريقه تونس، طريقه تونسيه هكذا يعني. فخلينا نذوق البندق والشاي. كم الصباح؟ انا هم اخليك انت برا. اغار نخلون بندق ويا شاي ونشربه. ياكل ويشرب. اليوم الاول في تونس، اليوم الاول في تونس. شوفوا ويا الشاي يخلون بندق يعني. هاي الشاي هم التونسي كلش طيب. مثل ما شفتوا الاكل التونسي يعني تقريبا يشبه الاكل العراقي، الاكل المصري، مو فرق هواي، بس طيب يعني. هسه الساعة تقريبا ب9 بالليل، وكلها توصينا يقول روحوا الى شو اسمه؟ سيدي ابو سعيد. سيدي ابو سعيد. نروح نشوف نصوريكم سيدي ابو سعيد شنو. وهسه احنا سيدي ابو سعيد. وهسه احنا وصلنا بتونس منطقة اسمها سيدي ابو سعيد. خلونا اصوركم سيدي ابو سعيد شنو هاي المنطقة، وخاصة شنو هاي الاكلة قالوا ناكلها لازم. بامبلو. بامبلو ما يسمونه والله ما ادري، ما اعرفها. وين ما اروح قالوا روح اكل هاي الاكله بامبلو، بامبلو ما يسمونه. خل نروح نشوف شنو الاكله هاي. قالوا تقولون سيدي ابو سعيد هناك. يلا نروح نشوف. خل نروح ناكلها ونذوق هاي الاكله نشوف شنو هاي بامبلو. والله انا ما اعرف. يلا بامبلو همبلو بامبلو همبلو. خل نروح نذوق هاي الاكله وراويكم الاجواء الموجوده في تونس. راح نصعد صعده لفوق. هكا مريحه. بدت البنايات الزرقاء والبيضاء بعينه. شو يسمونه منه؟ سيدي ابو سعيد. سيدي ابو سعيد.
وصلنا سيدة وسعيد. خلينا نشوف نستمتع بالاجواء الموجودة في تونس. وصلنا هسه بمبروني شو اسمه؟ بمبروني. وصلنا البمبروني حنذوق الاكل يمه ونعطيكم طعم البمبروني. ما ادري ليش اي واحد يقول اذا رحت تونس لازم تجي محل بمبروني تاكل بمبروني تونسي. يلا خلونا ناكل ونذوق الاكل الموجود عندهم. هسه انا طيبه؟ طيبة. والله كل طيبه وبيها شكر هواي. شوف هذا الشاطئ هذا مقهى توتو. لا حاجة اللحم ولا حاجة بفلوس ولا عارف يلا ان شاء الله تاكلوا خفيف حاجة بس كمان. مقهى يخدموا بركة ورجلهم بركة ورجلهم. يعني كل واحد يجي لتونس لازم يجي له كافيه تدريس من اجمل الكافيهات الموجود على البحر. مثل ما جاي تشوفون هنا هاي الاجواء الحلوه والقاعده الراقيه في هذا المكان امام البحر. بس هسه بالليل مو كلش واضح بس بالنهار راح يصير اجواء واضحه. شوفوا هاي الصوره عام 1894. شوفوا الجيل القديمه هو نفس المكان هذا هسه احنا بيه. شوفوا هذا مكان نفسيته احنا بيه حاليا. وشوف الاحجار الجيل القديمه مالته نفس المكان حاليا بيه هو نفس الصوره هاي. هنا وقفنا السياره هنا هاي منه. احنا هسه منتظرين الشخص المصور يجينا لهذا المكان حتى يبدي تصوير بهذا المكان. جاي نصور اعلان في تونس. بس اليوم جو حلو. اليوم كل الجو حلو لان انت حلوه وانت موجوده واحنا في تونس حبايب. جاي نصور اعلان ان شاء الله حيكمل عن قريب ونشر على حساباتنا الانستغرام الفيسبوك اليوتيوب كل مكان اعلان خاص. وبالعراق كنا نصور فيلم فيلم تريزا بالعراق وعراق واوروبيه يحكي باللغه الانجليزيه. الاجواء من تونس مثل ما جاي تشوفونها صدق تونس الخضراء تونس الحب تونس العشق. ناس طيبه فاول مره يزور تونس وان شاء الله مو اخر مره. خليكم ويانا وشوفوا الفيديو للاخر يعني. مثل ما جاي تشوفون هذا المكان يسموه سيد ابو سعيد. موجود هو معروف في تونسيا من اجمل الاماكن الموجوده هنا بتونسيا. يعني ماخوذ مئة الالوان من اعتبار اليونان عندهم سانتوريني نفس الالوان ازرق والابيض. فالاجواء هنا حلوه ما شاء الله. الناس يا لوك لايك سانتوريني. ها اشرحينا انت تونسيه هنا اشرحينا في شيء على المكان. شوف الاجواء هاي. طبعا يجي تونس وما يذوق بمبروني كنا ما ماكل ما داخل تونس ابد. الاجواء بتونس كلش حلوه وبمبروني اهم شيء عندهم. شوفوا اهم شيء بمبروني. ها اوكي. دخلنا لهذا المطعم اكل تونسي. لبس بس معي جاي يسوون اكله تونسيه. شو اسمها الاكله؟ لبلبي. لبلبي. لبلبي بالعراق لبلبي بس احنا ما نخلوا اياها. شنو هاي؟ هذا بوشيش حمص. اي حمص وبعد خبز وخبز وبعد كمون ثوم بادام وطن. احنا ما زيت زيتون. احنا فقط لبلبي فقط حمص. حمص باللحم. يلا خلينا نذوق وياكم الاكله التونسيه. وهذا الكفتاجي. اوه شكرا. تعال اجي. احد اقدم مطاعم الموجوده في تونس. ما اعرف شو اسمها بس هي اكله تونسيه معروفه. اما هنا الاكله اللي يسمونها هي اكله اللبلبي. احنا عندنا بالعراق موجوده اكله اللبلبي بس بطريقه تختلف. هنا يسوون وياها خبز وبهارات مجموعه من البهارات. بس شنو المشكله؟ التونسيين يحبون الاكل الحار السبايسي. يعني بكل مكان موجود سبايسي. لازم انتم تقول لهم ما اريد سبايسي حتى ما يخلوكم سبايسي بالاكل. هذا كلش حار. هذا كلش حار. بس خلينا نذوق هسه احنا نذوق هاي الاكله. طيبه مسايمه. اكو ناكلها بالريق. اوه سبايسي كله سبايسي.
اجينا من تصوير كملنا لقيناهم شادين على التاير هذا الحديد حتى ما تحرك السيارة ومطيهم غرامة. هذا النظام هنا في تونس هيجي، اللي يدفع الغرامة يلا يفتحون شوف شالوا هسه شالوه من دفع الغرامة الولد شالوه. احنا بسيد ابو سعيد بالتونس وشالوه. يعني شوفوا الطليان بكل مكان موجودة بالجزيرة الوسطية جاي يتونسون ياكلون بالعافية بالعافية. عندهم هذا السوق القديم والسوق العربي المعروف عندهم في تونس. يبيعون هنا أغراض كلها رخيصة وملابس وكل شيء تونسية. Non, merci. حبيبي ايش خذ فقط الصورة. برد برس برد برس ايش شبك فيه ايش يلا يلا بر إذا تيجي على تونس لازم تمر هيك شارع يسمونه شارع العرب أو شارع التونسي القديم. هنا تلقى كل الحاجات الرخيصة، الحاجات اللي أنت تبحث عنها تلقاها بهذا الشارع. الشكال تختلف، يعني تقريبا قبل شوية حكيت لكم مثل هذا ماعون أو أصغر منه اشتريته تقريبا ب 25 دينار بس هو يبيعونه ب 40 دينار للسواق. بس إذا عندك شخص من تونس يبيع لك اياه برخيص كلش هواي. يا جاي امشي بشوارع تونس اوكي سمعت هاي صوت الاغنيه، هاي اغنيه عراقيه، اغنيه عراقيه هاي شغلين هنا. اغنيه هاي الاغنيه عراقيه مشغلينها بشوارع تونس. الاسواق القديمه يعني كلش حلوه، انصح كل واحد يجي تونس لازم يمر على الاسواق العربيه القديمه. هاي الشغلات هنا كلش رخيصه، كلها رخيصه. يعني تقريبا هنا سعر ال 100 دولار عندهم بالتونسي يطلع 315 350 دينار تونسي. يعني تكفيك مثلا اسبوع اسبوعين اكيد كل شيء تكفيك بهذا السعر ال 100 دولار فقط. تونسي هنا كلها خلى الاغاني اغاني عراقيه موجوده، اكثريه اغاني عراقيه موجوده هنا بتونس. يعني اي محل تدخل له اي مكان تدخل له مطعم تلقى مشغل الاغاني العراقيه، يحبون العراق كل شوي يعني. ليه فما وليش وانا بتونس؟ انصح كل واحد جاي يشاهد هذا الفيديو خلينا لايك كومنت وسبسكرايب وحط جنتك وتعال لتونس ويانا. هسه احنا جاي ندور على مطعم عجه يسمونه عجه، بس حد ما اعرف شنو هاي عجه، شنو اكلها عجه ما ادري. فرايحين نذوق هاي الاكل العجه ونصوركم معاه. شنو عجه منه؟ انا ما اعرفه والله. خلينا نروح نشوف شنو عجه، بس يقولوا عجه. اسمع شنو سالفه عجه؟ تعال اصوريكم شو اكل هاي العجه. تعال. مطاعم الشعبيه في الشارع. انا اخذ لنا كم سندويشه منها نذوق الاكل مالتهم بالشارع. شوف طيب لو مو طيب. كبده موتزاريلا شاورما موتزاريلا كلهم الموتزاريلا. اي دقين اسكالوب
موتزاريلا سكالوب. شنو هذا؟ سكالوب موتزاريلا. حبيبي بالعربي ايش ليه سكالوب؟ اللحم شنو هو سكالوب؟ الجيش دجاج. اوكي. سكالوب الجيش. جيب لنا 2 دجاج. كبده. 2 دجاج. شنو سكالوب؟ زوج. وانا اسمعني. انا كل نحكي تونسي. ويا زوز. أكلات شعبية الموجودة في تونس. الأكلات الشعبية موجودة في تونس دائما يخلون وياه سبايسي. أهل العراق يحبونه تونس. العراق غوف تونسية. فيحبون الأكل الحار يعني سبايسي مثل الهندي. يموتون على أكل الحار. يعني بأي شيء يخلون بهارات حارة. فانت من تيجي تونس وتطب على مطعم قل له ما اريد سبايسي حتى ما تتفاجئ بالحراره والاكل الحار وما تقدر ترجعه ولازم حسابك تدفعه. يخلون بيض ويا الدجاج.